ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتونا جدا 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 جدا. بجد احنا اسفين جدا على يعني طب الوقت اللي ازيكم؟ فات. طيب قبل ما نقول ازيك يا اسفين، عمدة؟ وحشتونا جدا جدا. وبنعتذر لكم على التأخير، وبنعتذر لليوتيوب عن التأخير. والله كان عندنا ظروف صعبة شوية، وكان نص ايدها اتحرقت، فاحنا بنعتذر لكم جامد جدا واسفين. وان شاء الله هنكون متابعين معاكم كل اسبوع. ان شاء الله يكون في فيديو بإذن الله. واحنا بنعتذر لكم، مش عايزين نطول عليكم، وحشتونا جدا 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 جدا. وان شاء الله هنبقى الايام اللي جايه دي اكلات اقتصاديه وسريعه وحلوه خاصه بالظروف اللي احنا فيها ان شاء الله. دعواتكم بس عشان ايدي لسه بتتعالج يعني. فان شاء الله كده دعواتكم الحلوه، وعايزين حماس بقى نرجع تاني نتحمس كده مع بعض ان شاء الله. وحشتونا وحشنا حماسكم، وانا متحمس جدا جدا للفيديو ده ان شاء الله. بجد يعني الفيديو ده قلنا نرجع يعني زي ما قلنا رجعا حميدا ان شاء الله. معانا كريمه، لو ما عندوش كريمه كوبايه اللبن مكانها. تمام. ومعانا علبه زبادي، ومعانا هناخد معلقه بيكنج باودر، ومعانا لفه جلاش. هنعمل النهارده احلى كرواسون من غير عجين ولا دقيق ولا اي حاجه. تابعوا معانا الفيديو للاخر، وخليكم معانا خطوه بخطوه. هنخلط المقادير دي كلها مع بعض، ونرجع لكم. خليكم لحظه معانا. اهو حبايبي، عملنا ايه يا عمدة؟ حطينا الزبادي على الكريمه او اللبن، وهننزل بمعلقتين سمنه حلوين اهو زي ما انتم شايفين. معلقتين سمنه، وبعد كده ننزل بذره ملح وفلفل، وبعد كده معلقه صغيره بيكنج باودر اهي زي ما انتم شايفين. وهنقلب كل الكميات دي مع بعض. خليكم لحظه معانا. ما عملنا الخليط، هننزل كده براق الجلاش، واحده واحده كده ندهن اطراف الرقاق الجلاش كله، الورقه بتاع الجلاش زي ما انتم شايفين كده، وبالراحه وعلى مهلنا. هو هياخد مننا بس سنه وقت كده اهو. واحنا ندهن كده كميه الجلاش كلها، الاطراف وكله. اهم حاجه ايه؟ كلها تدهن، الورقه كلها. هي اول ورقه بتبقى صعبه، وبعد كده ننزل بالورقه التانيه نفس المقاس اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. واحده. وهنعمل ورقه تانيه كده معاكم حبايبي اهو، بواحده واحده. لو انت عايزه لبن يبقى الخليط هيبقى خفيف. لو حطيت كريمه وزبادي هيبقى الخليط سميك، فتحتاج ايه؟ تتعاملي واحده واحده. ماشي يا نوسه؟ يبقى لازم تتعاملي واحده واحده اهو. هي بس اول واحده بتبقى صعبه شويه، وبعد كده ايه؟ ناخد كل الاطراف كده زي ما انتم شايفين، كل الجناب والاطراف اهي كله. ونبتدي ننزل بواحده تاني كمان اهو قدامكم، عشان نكمل بقى الكميه، عشان ما يبقاش الفيديو طويل عليك اهو. تمام. هي بس زي ما شفت اول واحده بتبقى صعبه شويه اهو، بعد كده بتبقى سهله. هو اهم حاجة تدهني كويس بس، والاطراف تبقى اه، تدهن كويس يعني. اللي هي عباره عن سمنه وكريمه وبيكنج باودر ومعلقه ملح ومعلقه فلفل اسود، رشه ملح يعني، وزبادي. اللي مش عايزه زبادي حطي لبن وبيكنج باودر بس اهو. هنكمل باقي الكميه زي ما انتم شايفين اهو قدامكم. هي اول واحده بس اللي كانت صعبه، عشان احنا اول مره نعمل التجربه دي قدامكم اهو. شايفين؟ خدتش اي وقت اهو. هنكمل باقي هنكمل بقى الكميه، احنا الكمية كلها ونرجع لكم والخطوه عشان الجايه نرجع لكم. الفيديو. وبنعتذر لكم للمره المليون، حقكم علينا، وان شاء الله مش هنغيب عليكم تاني. عشان الفيديو بس ما يطولش عليكم. دهنا كل الكميه. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب اي صينيه عندنا ونحطها كده، ونعمل دايره زي ما انتم شايفين كده، وبالسكينه اهو. وناخد بالسكينه كده بالراحه عشان ما نقطعش اهو. زي ما انتم شايفين الحاجات دي مش هنرميها، خلي بالكم، خليكم معانا، هتبقوا شكلها حاجه حلوه قوي. قلنا بقى الكميه الحاجات دي كده اللي قطعناها، الحاجات اللي هنركنها على جنب قطعناها اهو. هنعمل بيها حاجة حلوة برضو. في الاخر هنركنها على جنب. وادي اللي احنا عملناه اهو. وهو يا جماعه بعد ما شلنا الصينيه من عليها، هنبتدي كده نقطعها مثلثات كده
بالراحة نقطعها تقطيعة الكرواسون بقى، انتوا عارفين اللي هي بالراحة. المثلثات. ايوه المسدسات بتاعنا. مسلسلات. ونعمل كده بالراحة برضو عشان العجينة طرية خالص. اهو اهو اهو. اوكي شايفين اهو. نيجي كده واحدة واحدة. يا سلام، لو نجحت التجربة دي احنا بنعملها معاكم لأول مرة يعني. شايفين؟ بصوا حلوة كده. بصوا شايفين المنظر يا جماعة؟ اهو تمام. تسلم ايدك يا عمدة فنان. لا هو بجد يعني الفيديو ده كان جميل، كان لازم نرجع لكم بيه. اهو ونعمل كده ونعمل كده التانية، وناخد المثلث اهو ونروح قاطعين قطعة كده بالسكينة صغيرة، ونروح عاملين ايه بقى بالراحة كده عشان العجينة طرية، الجلاش طري، ونلف نلفها لفة الكرواسون يا جماعة. لفة الكرواسون بالظبط اهو. اهو ايه رأيكم؟ اهي. ونروح نازلين بقى فين؟ نحطها في صينية. نكمل بقى الكمية كلها عشان بس الفيديو ما يطولش عليكم. اهو واحدة واحدة تانية اهو قدامكم. شوف واحدة تانية يا عمدة اهو بالراحة واحدة واحدة اهو اهو. طبعا يا جماعة اللي يحب يحشيها حاجة يعني براحتكم. اهو يا جماعة اهو. احنا بس عشان تجربة فقلنا اهو الشكل اهو. ايه رأيكم؟ قربي يا نوسة الكادر كده ليهم. هنكمل بقى الكمية ونرجع لكم تاني. وهو يا حبايبي شايفين بقى بعد ما عملناها ما عمدة لفها. هنجيب بقى ايه مياه غازية تكون بيضة. تمام، دي تركاية كده، وننزل عليهم كلهم كده بربع كوباية. ربع كوباية بس، يعني ايه ربع الازازة دي؟ الازازة دي كوباية ونص، ربعها بس او نصها بس كده، بس كده. ونسيبهم من دقيقتين لتلاتة، وبعد كده نشيلهم اهم زي ما انتوا شايفين كده. نمرر عليهم كلهم كده ونسيبهم دقيقتين، ونرجع لكم تاني واحنا بننقلهم وندخلهم الفرن. متنسوناش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ودعواتكم. وحشتونا جدا 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 جدا، وعايزين الحماس هيرجع تاني ان شاء الله. ان شاء الله، إن شاء الله بإذن الله. وهو بنطلعهم يا حبايبي من المياه الغازية او السيفن او السبرايت او اي حاجة بيضة، ونروح بقى طالعين دهنين الصينية دي معلقة سمنة او زيت، ونروح حاطينهم كده اهو زي ما انتوا شايفين اهو، زي ما انتوا شايفين خالص اهو قدامكم كل حاجة على الهوا اهو. بس بالراحة وانت بتشيلي اهو اهو. تمام كده. وهنكون بقى محضرين هنا بقى ايه يا جماعة؟ بيضة وعليها معلقتين لبن عشان ندهن الوش عشان تحمر. خليكم معانا. ضربنا البيض مع معلقة اللبن، بندهن كده، ننزل كده عليهم. تمام اهو. احنا بنعمل كل حاجة قدامكم اهو عشان خاطر واحدة انتوا متعودين معانا على اول تجربة بنعملها معاكم اهو. واحدة واحدة اهو. ننزل واحدة واحدة كده بالراحة، ونعيد عليهم تاني لو حبينا عشان الكمية مش قليلة اللي معانا البيض. عايزين برضو نشكر الناس اللي كانت تسأل علينا جدا فترة غيابنا. بجد الناس دي احنا عاجزين عن الشكر يعني في ناس جدا كتير جدا جدا بس جدا احنا جدا. كان غصب عننا، كانت ظروف يعني. معلش ان شاء الله هتتعوض، وان شاء الله هنرجع لكم بحاجات تعجبكم ان شاء الله، وعلى قد الايد. مش البرنامج بتاع على قد الايد، لا بتاع CBC، لا على قد الايد بتاعتنا احنا بقى. هننزل بقى باي حبة جبنة عندك، جبنة تركي، جبنة شيدر، مفيش جبنة مفيش مشاكل. تديها كده تديها كده تديها كده رشة رشة كده رشة كده. احلى كرواسون ان شاء الله اهو باذن الله يكون على وشكم، على وش الناس الحلوه بتاعتنا بتاع اليوتيوب.
اهو عيلتنا وصحابنا حبايبنا وحبايبنا. اهو. هندخلها بقى في الرف اللي في النص في البوتاجاز في الفرن ان شاء الله. واول ما تبتدي تحمر من تحت نشغل عليها الشوايه. هتقعد تلت ساعه بالظبط. خليكم معانا وهنرجع لكم تاني واحنا بنحطها تحت الشوايه. هو يا حبايبي بعد ما طلعت احنا غطينا عليها واستنيناها لما تبرد عشان نعرف نشيلها لكم. شايفين التوريقه؟ شايفين اهو؟ ايه رايكم؟ شايفين؟ بصوا البخار طالع اهو. ايه رايكم من جوه اهو؟ شايفين التوريقه جوه كرواسون ولا لا؟ اهو الناحيه التانية اهو. شايفين التركات والحركات اهو. والجبنه من فوق حاجه. وسامعين؟ انا بسمعكم بقى القرمشه. القرمشة. انا غطيتها عشان لو سبتيها كده هتتكسر، فلما نغطيها تبقى كده اهو يا جماعه. وبصوا شايفين التوريقه اهو. بنقرب الكادر اهو. ايه رايكم؟ احلى كرواسون من غير عجين ولا لا؟ ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناه ودعمكم الدايم لينا، ونشكركم على سؤالكم الدايم لينا، ونشوفكم على خير. ان شاء الله الفيديو الجاي قريب خالص خالص خالص، وجربوا الكرواسون هيعجبكم. باي باي.